كلنا بندور على الوزن المثالي او حتى نحافظ على اجسامنا من بعض الامراض زي مثلا مرض السكر. دايما انا بلاقي الناس بتدور على الاطعمه، حتى في السوبر ماركت انا بشوفهم دايما بيدوروا على الاطعمه اللي هي فيها سعرات حراريه اقل، الكالوريين بتاعها اقل، بصرف النظر عن القيمه الغذائيه، بس الكلام ده غلط. طيب انا هشرح كده مثال صغير وبعد كده احنا هنفهم انا قصدي ايه. لو احنا مثلا جبنا ثمره الافوكادو او شويه مكسرات مثلا زي اللوز مثلا وليكن، هتلاقي فيها دهون غير مشبعه عاليه جدا، هتلاقي فيها بروتينز كتير جدا، هتلاقي فيها الياف، فيتامينز زي فيتامين اي، فيتامين بي، كل ده بيبني العضلات بتاعتك، بيثبت نسبه السكر في دمك، بيحافظ على الكولاجين اللي هو موجود في الجسم كله، في الوش، بيحافظ على شبابك ونضارتك، عباره عن انتي اوكسيدنت، بيبني جسمك حرفيا، على الرغم من كده ان سعراتهم الحراريه عاليه جدا. طيب في المقابل مثلا توست، مثلا قطعه من التوست او قطعتين مثلا من التوست، هتلاقي سعراتهم الحراريه منخفضه جدا بالمقارنه بثمره الافوكادو، لكن ما فيهمش دهون غير مشبعه، ما فيهمش بروتين، ما فيهمش الياف، ما فيهمش فيتامينز، ما فيهمش اي حاجه. بالعكس، ده هو هيعمل لك حاجه اسمها انسولين شبيتسا، يعني هيزود السكر عندك بسرعه جدا في الدم، هيزود الانسولين بسرعه جدا، ده كده هيدخلك في مقاومه انسولين، هيدخلك في مرض السكر او ريسك بتاع مرض السكر بعد كده. عشان كده يا جماعه دايما ندور على القيمه الغذائيه مش السعرات الحراريه.